عندما يستضيف البطولة مرة أخرى بعد خليج بغداد، يريد أن يحصل عليها في خليج البصرة. حكم المباراة الروماني ستيفان كوفاكس صاحب 38 سنة بالتأكيد من أدار الافتتاح سيدير المباراة النهائية. ضربة البداية، تحياتي محدثكم فارس عوض في شوط المباراة الأول بالعراقي في هذه الأمسية. هذا أيمن حسين، هذا أيمن حسين، هذه التمريرة، هذه الكرة، هذا العراق. شيركو كريم الآني لحسين علي وتنظيمها بالتأكيد، وأن يخرج الجميع سالما بإذن الله. الكرة طويلة إلى الأمام، سلامة الجميع بالتأكيد. أكيد كرة ثابتة، أمير العماري أم يتركها بالتأكيد للآخر. الكرة فيها تصويبة ولكن الكرة سهلة تصل إلى إبراهيم المخيني الحارس الواضح في الصورة، حارس نادي النهضة صاحب 25 سنة و9 مباريات دولية. شيركو كريم، يا سلام يا شيركو، بيلعب الكرة في مكان إلى حسين علي. الكرة تصل بعد ذلك من جديد باتجاه زاهر الأغبري، يا سلام. الكرة تصل من إبراهيم بايش، بيلعب الكرة إلى شيركو كريم، العرضية يا شيركو، بيرسل الكرة أقصى اليسار إلى ضرغام. شوف الرقم 20 صلاح اليحيائي، شوف ذكريات عماد الحوسني. الكرة تصل فيها مرور، فيها تصويبة يا رباه، حارس المرمى يتصدى. عمان تقول أنا هنا. السلطنة يبدأون أول تهديد في المباراة النهائية. أول الآن في مكان، الكرة تصل لكن حتى الآن البطولة لم تقدم هدافا بالنسبة للمنتخب العماني على مستوى مجموعة الأهداف التي البطولة. الكرة تعود بعد ذلك إلى أيمن التسجيل مسؤوليته، يتقدم بيصنع الكرة في مكان المرمى. إبراهيم المخيني، رمية تماس لمصلحة العراق، رمية تماس. الكرة تسقط الآن لكن الكرة تعود من جديد. العراق يضغط، يصوب، يا رب، هدف عراقي أول، هدف عراقي أول. خطوة واحدة لصناعة التاريخ، لتحقيق الذهب، لمعانقة المجد، للوصول إلى الأحلام. العيون الثنتين على أيمن يخلي وحدة البايش، العيون الثنتين على أيمن يخلي وحدة لإبراهيم، يخلي وحدة لإبراهيم، يخلي وحدة البايش. نجم البطولة، نجم البطولة يسجل ربما أغلى أهداف البطولة، ربما أهم أهداف العراق. الله على إبراهيم بايش، الله على التسديدة، الله على الرقم 8. شوف التصويبة، شوف إبراهيم بايش، إنه صانع لعب لكنه يسجل أهم الأهداف. الكرة في شباك حارس المرمى إبراهيم المخيني. 1-0 تقدم العراق، 1-0 تقدم الرقم 8. العيون الثنتين على أيمن حسين، يخلي وحدة لإبراهيم بايش، يخلي وحدة البايش. يا الله يا إبراهيم، ولك الأهداف الحلوة هذه من وراها عيني. إلى فاضل بيعدي، إلى فاضل الكرة معاه، ممكن عرضية، الله على العرضية. أيمن حسين كان ينتظر والعراق كلها تنتظر. يستلم الكرة بحظ، بيعدي، بيمر، بيتواجد، يفتح مساحة للآخرين، بيعدي من الثاني لكن طالت لا. تراجع في منطقته صلاح اليحيائي. الكرات العالية، الله على التمريرة، من التمريرة، من التمريرة، من التمريرة. ماذا يقول الحكم؟ حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب. لاعبي المنتخب العماني يطالبون بركلة جزاء. الله على تمريرة اليحيائي. الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس. هنا احتجاج لاعبي المنتخب العراقي، والجميل الأحمدي يطالب. حول الآن إلى اليحيائي، بيرسل الكرة في مكان إلى حارب لكن الكرة تصل إلى حارس المرمى. والكرة بعد ذلك من جديد إلى شيركو كريم. لو عدى، الله الله، يا لها من تمريرة، يا لها من كرة لم تصل إلى أمجد، يا لها من لقطة يا شيركو. لاعب نادي الكويت الكويتي شيركو كريم، والكرة اللي بتتحول بعد ذلك من جديد في نص الملعب عمانية. شوط أول جميل يا يحيائي لكنه لا يكتمل بالنسبة لعمان. الكرة تصل الآن عن طريق اللاعب صلاح اليحيائي لاعب نادي السيب العماني، والكرة طويلة وعالية تحضر فيه سلطنة عمان حتى الآن بانتظار شوط ثاني. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيتي، والكلمة تنتقل للزميل طارق الحمادي. تفضل لك الكلمة.
شاهد مكان مين؟ شاهدنا بين الشوطين احتفال اليوم الختامي لنهائي بطولة كأس الخليج، والكرة تصل والمحاولة البحث عن التصويبة قد تأتي من مسافة بعيدة لكن الكرة ضعيفة، وبالتالي الكرة بتتحول بعد ذلك. هذا صلاح اليحيائي الواضح في الصورة تبحث عن طريق للعودة. جميل الأحمدي تصويبة من بعيد لكنها ضعيفة، لا يترك له العراق من جديد. انظر إلى ضرغام، انظر إلى العراق، انظر إلى العراق. حسين علي قوية مستحيل. انظر إلى العراق، انظر إلى العراق. يا لها من كرة يا حسين، يا لها من ضربة كادت. أنا ما أقول بأن العراق قد يصطاد عمان في كرة ثانية إن لم تظهر ردة فعل لاعبي المنتخب العماني الذي يريد أن ينهي كل شيء. إبراهيم بايش أمن، حسين علي عرضية رأسية مستحيل. يا رباه ضاعت الكرة، ضاعت من المدافع مصطفى ناظم. انظر إلى حسين علي، كرتين للعراق، رأسية تأتي من مصطفى ناظم لكن الكرة إلى خارج الملعب والمرمى لم يكن به الحارس الذي خرج في توقيت خاطئ. خرج في توقيت خاطئ في اللقطة الماضية، وتحولت الكرة بالتأكيد. حتى الآن الكرة بتتحول الآن للمنتخب العماني، والكرة العرضية العالية باتجاه جلال حسن أطول من اللازم في نهاية كأس الخليج. هذا أقل شوط يقدمه منتخب متأخر في نهاية كأس الخليج بالنسبة للمنتخب العماني، إلا إذا استطاع أن يغير الشكل في آخر 10 دقائق. تركيز عالي، المحاولة فيها مرور، فيها حل فردي، فيها صلاح، فيها اليحيائي، فيها ركلة جزاء، فيها ركلة جزاء من أول تهديد عماني. يصلون إلى ركلة الجزاء، لم يسلموا بعد، لم يرفعوا المنديل. منتخب عمان أمام جماهيره هنا في البصرة يحتفلون بركلة جزاء لم تسجل بعد، لكن الله يا صلاح. عماد الحوسني عاد فجأة، عماد الحوسني ظهر فجأة، تلاعب بالأول، تلاعب بالثاني. ماذا فعلت يا ضرغام؟ يسقط صلاح اليحيائي، يحصل على ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العماني. شوط أول لم يهددوا فيه، يا لها من لحظة يريدون فيها العودة. جميل الأحمدي يتقدم، الله مستحيل يا جلال. هذا ما تحتاجه العراق في موقف كهذا الموقف. حارس عظيم يعيد فرحتهم التي لا يريدون أن يفقدونها أبدا. يا جميل ماذا أضاعت يا جلال. لن ينسوا الجميل يا جلال، لن تنسى العراق الجميل، لن تنسى العراق الجميل. ضاعت يا أحمدي، ضاعت. انظر إلى فرح كاساس، انظر وكأن العراق سجلت هدفا يا براك. الكرة بتصل أقصى اليسار في مكان، المحاولة مستمرة، المرور مستمر، عمان لا تستسلم. الكرة العالية وصلت إلى جلال حسن، والتصاعدي للعراق. كرة عالية أخيرة، كرة عالية أخيرة لعمان، كرة عالية أخيرة لعمان. الكرة تسقط الآن، الدوران يأتي، التلاعب يأتي. الكرة بتتخلص من إيلاي فاضل، إيلاي فاضل بيشتتها، بيلعب له كرة طويلة وعارف اللاعب. حكم المباراة، هل هناك تشيك فار؟ هل هناك تشيك فار؟ الحكم الرعودة من جديد، هل سيعود إلى الفار؟ هل سيعود إلى الفار بنفسه ليتأكد الحكم بخطأ؟ وما زال الحكم يشاهد لقطة ولقطتين، الآن سيقرر. يا له من قرار، يا لها من لحظة، يا لها من صافرة، يا له من توقيت. الصافرة تأتي، ركلة جزاء للمنتخب العماني. الجاهد الآن، اليحيائي يتقدم، اليحيائي يتقدم، بيلعب له كرة مستحيل. تحيا عمان، تحيا السلطنة، تحيا يا صلاح. اليحيائي في آخر فرص خليج 25 في البصرة
يعود بعمان مرة أخرى. يا لها من لحظة، يا له من سيناريو. الأولى ضاعت عن طريق جميل، والثانية سجلت عن طريق الجميل صلاح اليحيائي يعيد عمان مرة أخرى. جماهيرهم لم تخرج، انتظروه، وصلاح لم يخذلهم، عاد بهم وسجل التعادل. عمان يفرح الآن المدرب برانكو، وينتهي مع هذا الهدف. شكرا للزميل أحدثك عن ثانية واحدة فقط بصافرة هذا الحكم. كرة ثابتة للعراق، عرضية رأسية، الكرة بتعدي، الكرة بتضيع وبتتحول الكرة إلى خارج الملعب. مناف يونس يتحسر، الكرة من حسن عبد الكريم ثابتة، كانت رأسية من المدافع مناف، لكن الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. بعد ذلك تعادل يقبل في الافتتاح فقط. كرة عرضية، الله يا أمجد، مخادعة لحارس المرمى إبراهيم المخيني يتصدى. الكرة كانت باتجاه المرمى. شوف اللقطة، ما زال العراق يرفض التعادل في الختام. الكرة بتتحول عرضية رأسية، متابعة حسن عبد الكريم على الطاير ولا بعرض الملعب. وكان المنتخب العماني ينتظر الصافرة تأتي مشاهدينا متابعينا، والتعادل لا مكان له في المباراة النهائية. التعادل لا يمكن أن يحسم الصورة. سنصل إلى ركلات الترجيح إن استمر التعادل. علي فايز بيرسل كرة في مباراة ما زالت تبحث فيها عن الفائز بكرة عالية. الآن الصورة نزلها، سقوط حسن عبد الكريم، ركلة جزاء. يا رباه، أي لقطة تحرك جذع النخلة، تحرك المدرج، تعيد الحياة. يسقط حسن عبد الكريم، وركلة جزاء تحتسب للمنتخب العراقي. انظر إلى السعادة، انظر إلى الجنون، انظر إلى اللقطة التي يظهر فيها حسن عبد الكريم. كنت أسأل من يختار لحظته، من يقول أنا هنا، من يقول أنا العريس في هذه المباراة النهائية. الالتحام مع المسلمين وسقوط حسن عبد الكريم، وركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة في هذا التوقيت. يا لها من لحظة، يا لها من لقطة. كاساس تعود له الحياة، لم يمت بعد. كرة من علامة الجزاء للمنتخب العراقي. من سيصوب، من سيسجل، من سينجح في إعادة العراق مرة أخرى، من سيعيدهم من جديد. الآن نشاهد هذه الكرة يا أمجد عطوان من علامة الجزاء، يريد إعادة العراقيين، يريد إعادة أسود الرافدين، يريد أن يسجل هدف البطولة، يريد أن يسجل هدف العراق، يريد أن يسجل هدف الكأس الغالية. أمجد عطوان، أمجد عطوان، الله! وستجد طريقا لشفاء جراحك التي ظننت أنها لن تشفى أبدا، عن طريق الأسود، عن طريق الأبطال، عن طريق أمجد. يختار الأمجاد، عرف يختار متى يطلع، متى يلمع. في النهائي نجم العراقي يسطع. الله يا عراق، يا أسود الرافدين. في الافتتاح التعادل مسموح، في الختام الكاس ما يروح، الكاس ما يروح، الكاس ما يروح. هكذا قال أمجد، هكذا قال أسوار رستم، هكذا صنع حسن عبد الكريم، هكذا احتفل العراقيون. أسعد العيداني محافظ البصرة وبقية المنصة الاحتفالية. الدقائق الأخيرة عن طريق معتز صالح، قطع الكرة تعود بعد ذلك من أمجد عطوان. التحام الآن في الجهة اليمنى في مرور ممتاز. الله على كرة من جميل اليحمدي، عرضية مستحيل
مستحيل. لا يموت العماني، لا يموت العماني أبدا. مستحيل اللقطة إنها تتمسك بهم ويتمسكون بها، إنها تريدهم ويريدونها، إنها تعود لهم ويعودون لها. انظروا إلى الجميل، انظروا إلى الرأسية. عمر المالكي هذه المرة عمان تعود مرة أخرى في جنون كرة القدم، في ريمونتادا خيالية، في نهائي تاريخي، في سيناريو قاتل، في عودة وكمباك خيالي وإعجاز أي شخصية يا عمان، أي شخصية يا عمر، أي رأسية يا جميل، أي لقطة تعود مرة أخرى إلى سلطنة عمان. أجمل نهائي في تاريخ كأس الخليج، 4 أهداف، فرحة عراقية لم تكتمل، دقيقة واحدة لم يصمدوا. مراقبا أو متابعا من دفاعات المنتخب العراقي. الوقت بدل الضايع الآن 4 دقائق للشوط الإضافي الثاني. كرة ثابتة من أمجد، كرة ثابتة من أمجد، كرة ثابتة من أمجد بعد ركلة الجزاء. الكرة العرضية الآن من أمجد، رأسية. مستحيل مستحيل. الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ، الأبطال وحدهم يكتبون المجد، يكتبون الذهب، يحققون الحلم، يصنعون أمجادهم. الله يا مناف يا يونس، الله على أسود الرافدين. في الوقت الذي لا يمكن العودة فيه يتقدمون. الحلم حلمهم، البطولة بطولتهم، لا يمكن أن تضيع، لا يمكن أن يفرطون بها. هل كان متسللا؟ اقتلني يا حكم الآن وقل بأنه كان متسللا. يا لها من لقطة. مناف يونس يرتقي، يقفز، يحرك جذع النخلة، يحرك البصرة من كل مناطق العراق، يقفز عاليا، يرتقي عاليا، يسجل هدفا تاريخيا، هدف يساوي لقب، هدف يساوي بطولة. هل سيلغيه الفار؟ هل ستكون الفرحة ناقصة؟ استمعوا إلى الصوت، هذا صوت العراقي، استمعوا إلى الصوت، هذا صوت العراقي. لكن الجيكبار ما زال مستمر، والمنتخب العماني يا له من جنون، يا له من جنون. نهائي كأس الخليج الآن مع نهائي كأس العالم بجنون خيالي، وغرفة الفار الآن ستحدد بطل كأس الخليج أم ركلات الترجيح نذهب إليها. الله على لقطة يتقدم فيها مناف يونس. حتى فرحتهم لا تكتمل حتى هذه اللحظة، وما زلنا بانتظار صافرة الحكم. يحتسبها. لا يمكن أن يقف في طريقهم أحد، لا يمكن أن يتخلوا عنها، لا يمكن لهذا البطل العراقي إلا أن يعود بطلا، إلا أن يسجل من جديد